السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. اليوم معانا الكاتبة رباب الطاهري في بودكاست ريشة، في حلقة بإذن الله تكون حلقة تلهم، تنشر رسالة للجمهور وتترك أثر عند كثير من الأشخاص. تنقل واقع تجربة للأشخاص اللي مروا ببعض التجارب اللي مرت فيها رباب الطاهري. حياك الله معانا اليوم رباب الطاهري. عارفين عن نفسك أكثر على بعض من إصداراتك المنشورة في الساحة الأدبية. الله يحييك فاطمة، وسعيدة جدا أني أكون معاك اليوم، وأشكرك على الاستضافة. حياك الله. الله يحييك. بداية بعرفهم على نفسي. الكاتبة والمؤلفة رباب الطاهري. حابة أبتدي بداية أقول لهم أنا إنسانة كأي إنسانة طبيعية، وكنت أعيش في ظل عائلة في كنف الأمان، في عائلة مكتملة، لحد ما يا هذاك اليوم اللي فقدت فيه حبيبة قلبي وروحي وصديقتي أمي الله يرحمها. الله يرحمها. بعد هذا التحول اللي صار في حياتي اللي هو تجربة الفقد، بديت في رحلة الأدب اللي هو الكتاب. بديت بأول إصداري اللي هو كتابي ثقل المسير يا أمي. من العنوان واضح كان كاتبة عن رحلة فقدي، وشو يعني الأم، وشو التجربة اللي مريت فيها، وشو مراحل الفقد اللي مرت علي في حياتي بعد فقداني لأمي. وبعدها أصدرت كتاب ثاني اللي هو ذات يوم تزهر. هي مجموعة قصصية. بعد كانت عني أنا كإنسانة عشت تجربة بعد الفقد، كيف تحولت لنسخة جديدة من نفسي، كيف كنت أناضل الحياة عشان أعيش وأتعايش مع تجربة الفقد. وبعدين كتاب الثالث كانت تجربة مختلفة لي، بالنسبة لي كان تحدي. كتابي إنسية منسية. الكتاب هذا كتبت فيه عن جريمة الاتجار بالبشر، عن فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أصحاب الهمم، كيف كانت ضحية في جريمة الاتجار بالبشر. وإن شاء الله الإصدار الرابع بيكون موجود في إن شاء الله معرض الشارقة الدولي للكتاب. إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك لك كاتبتنا رباب، وإن شاء الله تكون الإصدارات هاي مصدر إلهام للناس ووسيلة لنقل الأثر لهم. كاتبة رباب الطاهري، تكلمتي عن تجربة الفقد، ويمكن الفقد من أكثر التجارب اللي تترك أثر في الإنسان، وأثر في قلبه، وأثر على تصرفاته. وحتى لو قلنا أنه يتجاوز التجربة الصعبة هذه، بعد يتم يعني شيء في القلب وفي الذاكرة. أنا أقول عن الفقد يعني كل الأشخاص اللي نفقدهم في حياتنا، سواء كان قريب سواء كان صديق أو حتى المعارف، فما بالك بفقد الوالدين. فكلمينا شوي عن هاي التجربة، وكيف قدرتي تتحررين منها للي وصلتي لليوم. أول شيء فاطمة، الفقد دايما نسمع عنه، يعني دايما نسمع فلان توفى، فلان رحمة الله عليه. أوكي، يعني نتأثر، بس مو بهذاك التأثير لما تفقدين حد قريب عليك. تيقنت في حياتي أن الفقد موجود 100% لما فقدت أمي، رغم أن الفقد موجود، الموت سنة الحياة وكل شيء، لكن لما فقدت أمي تيقنت أن إحنا مو ضامنين نفسنا في الدنيا. صح. ومثل ما يقول لك الإبداع لا يأتي إلا من رحم المعاناة. بالضبط. وأنا هاللي صار معي. يعني بعد ما فقدت أمي كنت أحتاج أني أتكلم، كنت أحتاج أني أطلع صوتي، كان في صرخة ألم أبغي أطلعها بس بالشكل الصحيح. كنت وايد نفس الوقت كنت على وعي أن أنا كيف أطلع هذا الألم بالشكل الصحيح، شكل ما يأثر فيني، لأن أمي ما تحب تشوفني بهالصورة، أكيد ما تحب تشوفني بهالصورة. يعني لما كانت عايشة هي ما تحب تشوفني بهالصورة، ما بالك يوم راحت أكيد ما راح تحب هالشي. ففي يوم من الأيام فتحت اللابتوب في الدوام وكنت أكتب مشاعري، وأكتب يمكن قصص مواقف صارت لي مع أمي، ومع الأيام لقيت نفسي قاعدة أكتب واكتب. يعني هو كان بهدف الفضفضة، يعني ما كان أبدا ما كانت فكرة الكتاب في بالك؟ لا، الكتاب شوفي، موضوع إني أصير كاتبة وفكرة الكتابة
كان الحلم موجود، لكن مثل ما تقولين حلم عابر. يعني أوكي في يوم من الأيام بصير كاتبة، وأروح المعارض أشوف الكتاب، حفلات التوقيع وغيره. أتمنى أنا أكون في يوم من الأيام، بس كان حلم عابر، ما كان شيء يعني أنا قاعدة صدق أسعى له. سبحان الله، رب العالمين حطاني في هالابتلاء كان وراه هالشيء. يمكن قال لي الحين وقته، الحين وقته أن أنتي تحققين هذا الحلم يمكن بهالشكل. صحيح كنت أتمنى تكون موجودة وتشوفني أنا كاتبة، وخاصة ما كان الهدف أن أول كتاب راح يكون عنها هي. سبحان الله، وشاءت الأقدار رب خيرت، يعني رب ضارة نافعة مثل ما نقول. يعني سبحان الله، يعني بالضبط. تجربة صعبة لكن طلعت بجانب يمكن كنتي تسعين انك توصلي له، لكن ما كان هذاك الوقت هو الوقت المناسب. تحسي رباب لو يعني نحن نقول سبحان الله، يعني لو من الشيطان، لو ما كانت تجربة أمك موجودة، هل كنتي بتكونين كاتبة اليوم؟ دوم أسأل نفسي هالسؤال. يوم تشوف نفسي وين وصلت أقول أنت كنتي بتسوين هالشيء. خاصة في اللحظات اللي تكون ثقيلة علي، تمر علي اللحظات أحس فيها أني أنا اليوم فقدت أمي، ما مر عليها سنة سنتين ثلاث، أحس أن أنا اليوم فقدت أمي وتكون ثقيلة علي وينطفي الشغف عندي في لحظة. لكن يوم أتذكر اللي أنا سويته والمرحلة اللي أنا وصلت فيها، وكيف رب العالمين جبر خاطري، ودايما كان يعني دايما كنت أنام على ضيقة وأفتح عيني على جبر خاطر من رب العالمين. فأتوقع يعني دوم أقول حق نفسي يمكن كنت بكتب، لكن أن أنا أصير كاتبة يمكن هاي كانت الدفعة، هالشيء دفعني أن أنا أكتب. يعني سبحان الله، حسيت إن في شيء في خاطرك لازم يطلع للناس، صح. يكون رسالة للناس اللي يمرون نفس تجربتك. وعلى أساس كانوا بعذر أن استشفاء ولا بوح المشاعر وغيره، لكن لقيتي نفسك في مكان ثاني. سبحان الله. هي سبحان الله، أنا دائما أقول تجربة الفقد بالتحديد، يعني أنت اتركي كل التجارب الصعبة اللي تمر على البني آدم. تجربة الفقد بالتحديد، أنا يعني حتى وأنا قاعدة أحضر للحلقة يمكن قلت لك أنا يمكن أكثر شخص حاس فيك، لأن أنا بعد مريت بتجربة فقد الوالد، الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. نحن دائما نحط في بالنا نقطة تخلينا دائما نحن نسعى أكثر وأكثر وأكثر، أن الشخص هذا لو كان عايش بيننا اليوم هل بيرضى يشوفنا نحن زعلانين وضايجين على فقده وياسين في مكاننا وما نتحرك؟ لو بس استحضرنا الإجابة ما بنجلس لحظة واحدة في الألم. صح. يعني أنا دائما أحط الشيء هذا ببالي، الوالد الله يرحمه ويغفر له لو كان شايفني أنا جالسة وزعلانة بعدني عليه، هل كان بيفرح؟ هل كان بيرضى بهالشيء؟ الحين اليوم كل خطوة نحن نسويها، يعني سواء من ناحيتك أو من ناحية فاطمة أو من ناحية كل شخص مر بالتجربة هذه، كل خطوة نسويها نحن ليش نفرح فيها؟ لأن نقول مرتبطة بهالشخص، مرتبطة بالشخص، ونقول لو كان عايش كان بيفتخر فينا. صح. كان بيقول كفو عليكم، رفعتوا راسي، رفعتوا اسمي. هذا اللي أنا أبغاه منكم، إن أنتم تكونون أصحاب أثر إيجابي في المجتمع وما توقفون عن تجربة مؤلمة واحدة. صح. فسبحان الله دائما إن الشخص اللي يمر بتجارب صعبة لو يستحضر الشيء هذا، لو يقول في خاطره أن عشان الناس اللي أنا أحبهم، عشان حتى يعني رب العالمين دائما يخلق الصعوبات ويخلق صح. الأشياء الجميلة في حياة الإنسان. لو استحضر أن كل شيء كل هذا الأمور ابتلاء، وكل هذه الأمور الصعبة ابتلاء، ولو يقول لنفسه رب العالمين ابتلاني لأنه يحبني. بالضبط. يعني سبحان الله، يعني رب العالمين يبتلي البني آدم على قدر محبته له. صح. وما يحطك في شيء فوق طاقتك. صح. يعني أنا أذكر حزتها قلت لنفسي أنا ما أقدر، يعني لما أمي توفت قلت أنا ما أقدر أوقف على ريلي، أنا ما أقدر أكمل الحياة. في لحظة اكتشفت أن اعتمادي الكلي على أمي، ما كنت أعرف هالشيء، بعدين عرفت سبب أني أكمل الحياة هي السبب. الحين كيف بكمل الحياة؟ في لحظة يعني صار فيني هذا كله، وهذا كله طبيعي يصير في الإنسان. صح. هاي المراحل اللي يمر فيها، لكن لازم تحط في بالك في سبب ليش حطاك، ودائما اربط نفسك بشيء، عشان هالشخص أنا بسوي هذا، عشان يعطيك دفعة إيجابية.
وبعدين دومت شفت رب العالمين معي، يعني صار فيني رضا غير طبيعي. سبحان الله. ما يستوي تقول أنا راضي وأنا راضي لكن داخلك مو براضي. صح. فأنا في البداية حتى لما أمي توفت يمكن كنت أنزل كتاباتي، بس الناس حكمت علي، وايد حزينة، وايد تحط أشياء حزينة، بس هالشي كان يخليني أنا أرتاح. كنت أشوف نفسي أنا ماشية صح، ياسا أطلع كل شيء كنت أحس فيه كنت أكتبها وأطلعه، وكنت أحس بالراحة. بس يعني تمنيت هي موجودة. دائما أقول في كل لحظة حكمة الله فوق كل شيء، حكمة رب في العالمين. كل لحظة حلوة أصلا دوم نتذكرهم، وإذا أنت ما تحس بهالمشاعر أنت مو طبيعي. صح. فيكفي سبحان الله، يكفي إن مثل ما قلتي إن نستحضر وجودهم في اللحظات الحلوة. صح. نتذكرهم بدعوة صادقة، نتذكرهم بشيء طيب نحن نسوي لهم إياه. فنحن نبغي نطلع رسالة من البودكاست هذا إن الفقد مش نهاية العالم. الفقد هاي سنة الحياة. رب العالمين كاتب علينا كلنا إن نحن نعيش في وقت ونطلع من الدنيا بوقت. وسبحان الله الواحد لا يفكر أن يعني دعوات الوالدين تكون ويانا بس هم أحياء. لا. صح. سبحان الله تحسين أن بعد ما يروحون تصير لك أشياء تقولين هذه دعواتهم، وتحسينهم معاك في اللحظات. هي دعواتهم تحفك في كل الأشياء. يعني كل شيء صار لي أقول دعوة أمي، رغم أن هي مو موجودة بس الدعوة أحسها موجودة، ما انقطعت. هي انقطعت من الحياة وأعمالها وكل شيء، لكن الدعوة موجودة. يعني لولا الدعوة هاي يمكن أنا ما وصلت. صح. والرضا خاصة يوم راضين عليك ما بتوصلين إلا إذا هم راضين عليك. فنقول الحمد لله رب العالمين إنه غرس فينا الرضا والتقبل هذا، وقوة الإيمان. قوة الإيمان. صح. سبحان الله. هاي الأمور حتى رب العالمين ما يرزقها أي حد. صح. رب العالمين يوصلك لمرحلة القناعة هاي، لأنه شايف فيك شيء مو بشايفينه في حد ثاني. فوايد ناس مروا بالتجربة هذه لكنهم انتكسوا وتراجعوا وانغلقوا على نفسهم، لكن الحمد لله أنه حط فيك طاقة وإلهام، وحط فيك رضا وتقبل ويقين أن هذا الشيء أمر الله. هذا الشيء نحن مش دايمين في هذه الدنيا. هذا الشيء سبحان الله يمكن كان سبب أن رباب تطلع. فنقول الحمد لله، يعني الله يعطيك العافية على الشيء اللي أنت تسوينه. ويمكن من رسالتك هذه ومن تجربتك هذه شخص معين قاعد في زاوية مو بقادر يطلع من تجربته يحصل الإلهام في تجربتك ويطلع منها. فنحن بس لو نحط الشيء هذا قدام عيننا إن نحن التصرفات اللي نسويها ممكن شخص ياخذ الأثر منها، نحن ما بنوقف خطوة. وهاي أحد الأسباب اللي مخلتني أكمل. يعني بعد ما رب العالمين عطاني هالقوة، وبعد ما حسيت أنه لازم أسوي عشان أمي وغير شي، هدفي هذه هم الأشخاص اللي فقدوا. أنا حاسة فيهم، أحس أنه أبى أقول لهم أنه لازم تكملون حياتكم، نكمل وإحنا شايلين معانا هاي الذكرى الحلوة الطيبة اللي مخليتنا نحن نكمل. لا توقف حياتك. صح. فدام عندك هاي القدرة لازم في لحظة بتقول أنا ما أقدر، بس دوم حط في بالك. يعني أنا دايما أقول حق نفسي في لحظة الانكسار اللي تيني، عشان يعني لما أتذكر هاي الذكرى وأتذكر أني فقدت أمي، تخيلي نفس الوقت أقول حق عمري باكر رب العالمين يبغى يعطيك شيء حلو. دوم أقول هاي الكلمة حق نفسي اللي هو حسن الظن برب العالمين. هي يعني دوم أقول أكيد في شيء حلو كاتب لي، عشان تي أنا اليوم انكسرت. فأتيقن بهالشيء. يقول لك شو أنا عند ظن عبدي بي، حسن ظن عبدي بي. نعم. صح. فأنا دوم أتيقن بهالشيء، وهالشيء يعني يخليني أنا أكمل واستمر في الحياة. الحمد لله رب العالمين، والله يديمها من نعمة علينا وما نتغير مع الوقت إن شاء الله يا رب العالمين. رباب، يعني نحن نقدر نقول إن كتاباتك كلها تقريبا من عمق التجربة. صح؟ صح. عمق تجربة وفاة الوالدة الله يرحمها، كانت عندك رسائل تحبين تطلعينها للناس. تقريبا شو نوعية الرسائل؟ يعني شو اللي تقولينه في الكتابات للناس؟ شيء بسيط من العناوين يعني. كانت أشياء واقعية وايد، مثل مواقف وذكريات. مثلا شو الأشياء الواقعية؟ أن الأيام كيف تمر عليك بعد ما تفقدين هالشخص. يمكن الفقد موجود في الحياة من زمان وكل شيء وسنة الحياة، لكن يوم تين تكتبين عنه
كل إنسان يعيش تجربة مختلفة مع حسب الأشخاص اللي يفقدونهم، حسب اختلاف الأشخاص اللي في قلوبهم حياتهم ودرجاتهم، حسب الشخص القريب ولا البعيد. كتبت أشياء واقعية، يمكن أشياء كانت وايد عميقة طالعة من القلب، لأنها كانت تجربتي أنا كيف مر علي الفقد، أنا كيف عشت هالشي. فكنت أبى أوصل حق الناس هالشي، وكنت أبى أوصل شو يعني الأم شو هالإنسان اللي في حياتنا، شو يعني إنسان واحد يروح من الدنيا تحسين أن أشخاص راحوا مو شخص واحد. كلمينا عن الأم أخاف أنا ما أوفي بحقها، أخاف أني أنا أقصر، لأن أنا أخاف بعد ما أسمع البودكاست أقول أنا ليش ما قلت شي، أنا ليش ما قلت أشياء أكبر عنها. شيء وايد كبير، هي الروح في الحياة. هي يعني أنا يوم راحت قلت جملة واحدة، قلت أمي يوم راحت روحي، صدق راحت روحي، لكن أخاف ما أوفي حقها لو أتكلم. شوفي سبحان الله، دائما الوالدين بالتحديد الأب والأم لهم مكانة خاصة، ورب العالمين إذا كتب القدر أنهم يطلعون من الدنيا هذه مش تجربة سهلة، وأكيد رب العالمين ياخذ بإيد البني آدم ويعين أنه يتجاوز وغيره، لكن حضورهم ما يغيب عن القلب أبدا. يعني أنا مرات أقول لنفسي يمكن مرات البني آدم أناني، يعني مثلا يعني؟ عن تجربتي أنا شخصيا، يعني يوم يعني شفت حالة أمي كانت مريضة وغيره، يمكن لو كانت عايشة ما كانت بس حس بشيء حلو، بتقول إن أنا ما كانت بتحب إن نشوفها شي. نحن دائما نبغيهم يعيشون ويكونون على راسنا وغيره، لكن مرات الموت راحة لهم، يروحون لمكان أحسن، صح. يرتاحون من المرض، يرتاحون من غيره، لكن نحن فينا هالأنانية، نبغيهم يكونون موجودين، بس يكونون موجودين بهالصورة أكيد لا، ونحن مش حاسين بألمهم ولا بالمعاناة اللي قاعدين يعانونها، وهم بالضبط. هم يعني سبحان الله هو ابتلاء من رب العالمين، أكيد هو ابتلاء من رب العالمين، ورب العالمين يرفع درجات البني آدم على قدر ابتلاء له. لكن فعلا نحن فينا جانب أنانية، صح. نحن نبغي دائما نشوفهم قدامنا بغض النظر هم بخير ولا مش بخير. ولكن سبحان الله أقدار رب العالمين فوق كل شيء. أكيد رب العالمين لما يكتب أن هالشخص يطلع من الدنيا أكيد هو رايح لمكان أحسن بإذن الله تعالى. وفي رسالة يعني مو مني والدرب، يعني رب العالمين ابتلاك، لازم في شيء، في رسالة. يعني أنا اليوم حسيت أن الحياة عندي أشياء صغيرة صارت عندي، أشياء تافهة يعني بالنسبة لي بعد ما فقدت أمي. غير شي حسيت أن قمت أعيش اليوم كأنه آخر يوم في حياتي، إنسان ما يكون ضامن، صح. قمت أخاف على الناس اللي قراب علي، قمت أخاف أنه ممكن اليوم ما يكون معاي، أنا لازم أحسن معاه، لازم أكون معاه، لازم الكلمة تطلع إذا عندي كلمة، لازم تكون عندي ذكريات معاه. فتحسين الحياة مو مضمونة، كأنش قدرتي صح الأشخاص اللي حواليك وقدرتي النعم اللي عندك. صح بالضبط. سبحان الله. رباب، قولي لنا كلمة تقولين حق الأشخاص اللي يمرون مثل تجربتك أو مروا مثل تجربتك. وأنا ما أقول مثل تجربتك، يمكن حتى أكثر المتابعين يعرفون إن أنا مريت بنفس التجربة بعد، صح. وسبحان الله يعني كان تقارب الأفكار كان وايد كبير لما كنا نحضر للحلقة. قلت لك أنا حاسة فيك وايد، لأن أنا أعرف التجربة اللي أنت مريتي فيها بالضبط. لكن شو تقولين حق الناس، شو رسالة توجهينها مش بس اللي مر مثل تجربتك، لكل شخص عنده أم وأب؟ أول شيء بقول الله يرحم أمي، والله يرحم جميع أمواتنا ويجمعنا معاهم في الجنة، آمين يا رب. وما يحس في الفاقد إلا فاقد. يعني مهما تقولين هالتجربة لأي شخص عادي ما مر فيه ما بيحس فيك، عشان انتي أول شيء قلتي لي أنا أحس فيك، أنا مريت بنفس التجربة. يمكن الأشخاص يختلفون، فقد الأم غير، فقد الأب غير، لكن القرب هذا، يعني الأب قريب من عياله، الأم قريبة من عيالها، ينهدم شيء تحسين في الحياة. لكن أقول لهم الحياة ما توقف. يمكن هي جملة مسموعة ومكررة، دوم نقول الحياة وقفت من بعد ما فقدنا، لكن الحياة ما وقفت، الحياة استمرت.
الناس راحت دواماتها، الناس وصلت نجحت وأطلعوا كتب وغيره، لكن الحياة ما وقفت، نحن مستمرين وشايلين معانا. فأنت لازم تستمر، لأن عندك رب موجود هو اللي بيجبر خاطرك، صح. ما في غيره، فلازم تستمر. فهاي رسالة من رباب يا جماعة، أي حد يمر مثل هاي التجربة انتبهوا على نفسكم واطلعوا من القوقعة اللي حاطين نفسكم فيها واستمروا، الحياة قدامكم. لأن فاطمة أنا ما أبغي أكون مثالية، صح. هذا الألم ما ينتهي، ما ينتهي، ألم الفقد بالذات ما ينتهي بدون مثالية ولا شيء، واقعيا بس لازم نكمل الحياة، لازم تتعايشين معه، صح. ولازم أنت إذا بتطلع الجرح هذا ولا الألم تطلعه بالطريقة الصحيحة، ما تأذي نفسك، ما تأذي غيرك. جميل. تمشي صح في هاي الخطوة، هالشيء وايد مهم. كنت أنا يعني وايد أحاول أني أنا أمشي صح، يوم لقيت نفسي أن أنا طريقتي أن أنا لازم أفضفض وأكتب، مشيت فيه. أهم شيء طريقة تريحك أنت وتطلع. تيجي أيام تنتكسين، يعني تيني أيام أقول أنت شو قاعدة تسوين؟ أنت ليش تكملين؟ الشيطان شاطر، ليش تكملين؟ أنت لازم تكونين في زاوية وبس تكونين حزينة وما تكملين لأن أمك ما بترد مثلا، بس أنت لازم تحطين في بالك شيء واحد، أن هالشيء ابتلاء ما ياك إلا من رب العالمين، ما ياك من أي شخص، ياك من رب العالمين. فأنت لازم تتقبلينه ولازم تمشين في هالطريق وما تعترضين. تعرفين رباب شو اللي يخلي الواحد صدق يعني سبحان الله اللي مر بنفس التجربة يخليه مرتاح ومستانس؟ أنا أتكلم الحين عن تجربتي أنا مع تجربتك. لما غمض عيني وأتذكر أقول سبحان الله الشخص هذا كيف بيكون فخور فيني، صح، لو كان موجود. الله يعطيها العافية يا أمي، الحمد لله موجودة وعايشة. لكن الوالدين نفسهم إيش قد فخرهم فيك وإيش قد فرحتهم فيك لما يشوفون أن أنت تركتي أثر بين الناس وأثر على دينك وأثر على مجتمعك. فهذا الشيء يمكن شوي واسي، يخلي الشخص شوي يرتاح نفسيا، يخلي الشخص يتقبل إنه إن شاء الله بإذن الله بنجتمع فيهم في الفردوس الأعلى بإذن رب العالمين. وبعد نقدر نقول إن الله يحبك، الله يحبك يباك تنجحين، يمكن ما كنتي بتنجحين إذا ما ابتلاك، صح. فهو لأنه حب عبده وقال أنا ببتليه عشان ينجح، عشان يكمل، عشان يفتخرون فيه، فهذا السبب بعد. صح بالضبط. تحسين شو تبين تقولي لها بعد الإنجازات اللي سويتيها؟ يعني لو كانت الله يرحمها ويغفر لها موجودة قدامك شو بتقولي لها؟ بقول لها مريت في وايد أشياء، ومريت في وايد أشياء يمكن أنتي شخصيا ما كنتي موجودة، لكن أدعيتك موجودة وياي، ولولاك ما كنت بوصل، لأن كنتي أول دفعة خلتني أن أنا أكمل. وأول شيء يخطر في بالي طبعا أقول أن هي وحشتني وايد، والله يجمعنا في الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله يجمعنا بكل أحبائنا اللي تركوا الدنيا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، وأسأل رب العالمين أنه يعيننا نحن نكمل حياتنا بطاقة إيجابية وبرضا وتقبل ويقين، لأن في النهاية هذا أمر مكتوب ولابد منه. رباب كهويتك كاتبة، كل كتاب سبحان الله يأثر فيك من جانب معين. عندك 3 إصدارات وبإذن الله الرابع بيطلع قريب. أي إصدار تحسينه قريب من قلبك أكثر؟ الأول عشان عن تجربة الوالدة؟ مشاعري أنا. هو ليش قريب بعد علي وايد؟ أنا جربت نفسي أن أنا أرجع أقرأ، أنا ما أقدر أقرأ لأن أشوف فيه مشاعري بداية. أنا كنت 3 شهور فاقدة أمي وكتبت الكتاب، ما سميته مني والدرب الكتاب، سميته ثقل المسير يا أمي. كان المسير جدا ثقيل علي وصعب، لكن نفس الوقت قريب على قلبي لأنه في أغلى ناس فيه. وبعد لأن أنا كان هدفي فاطمة من الكتاب أني كنت أفكر شو أسوي حق أمي، أبى أسوي لها أشياء، أبى أوصل أدعيتي، أبى كم كبير من الناس يدعي لها. بين كل محور في هذا الكتاب حطيت أدعية لأمي، عشان يعني كل ما حد يقرأ الله يرحمها. الله يرحمها. أصلا من حد يشوف مواقفها يشوف اسمها ويعرفها كانت من أي نوع أمي بيترحم عليها على طول. تحسين زي رباب أن الكتب اللي تنكتب من التجربة
تكون يوصل إحساسها بشكل أكبر للناس؟ هي لأن الواحد يكتب من عمق التجربة. التجربة تكون عميقة ويوصل بمشاعره. يعني ما ينقل لك قصة حد مثلا، إذا حتى لو نقل لك قصة حد ولا شخص هو كاتب لأنه هو شايف الشيء هذا، ينقل التجربة. يمكن يوم تقرين الكتاب تحسين أنت قاعدة تشوفين التجربة، مو بس أنت ياسة تقرينه، تشوفين الأشخاص، في صدق إحساس. صح. مشاعر تكون حقيقية أكثر. فسبحان الله يعني دايما فعلا الكتاب اللي يكون من تجربة الشخص نفسه تحسين إحساسه غير. صح. يعني كأنك جالسة تقرين مشاعر الشخص بين السطور. ما نقول نحن الكتاب الثاني غلط، لا، يعني كل كتاب له توجه. في ناس سبحان الله عندهم المهارة أنهم يسمعون التجربة وينقلونها، لكن الناس اللي يكتبون من عمق التجربة فعلا في إحساس مختلف يكتبون. مثلا عن نفسي إذا بكتب شيء يعني مو بعني، مش مشاعري ولا أي شيء، أحاول أقرأ كتاب يخص الشخصية هاي. مثلا أبغى أكتب ملامح الشخصية، أحاول أكتب مثلا لما كتبت عن ذوي الاحتياجات، رحت قريت كتب متخصصة في ذوي الاحتياجات الخاصة عشان تفهمينهم أكثر، عشان أفهم مشاعرهم، هم شو يحسون، هم كيف عايشين. أنا ما أقدر أنقل شيء أنا ما عشته. صح. فلازم على الأقل يعني شيء أنا أعرفه، ولا شيء أنا سمعته ولا حسيته ولا قريت عنه عشان أعرف أكتب عنه. نعم. فسبحان الله هاي مسؤولية الكاتب. يعني الكاتب سبحان الله ما عنده القلم ويكتب رسالة عابرة. في شيء نحن نبغي ننوه عليه للجمهور، أن نحن نقول الكاتب الحقيقي، الكاتب اللي فعلا عنده حس كتابي جدا يحرص على نقل التجربة والرسالة بصدق وبالشكل اللي لازم تكون عليه. مش مجرد أنا بس سمعت قصة وخلاص بصير أكتب عنها. لازم يشوف القصة من كل تفاصيلها، بكل مشاعرها، صح، بكل زواياها، عشان يقدر يوصل الصورة الصحيحة للقارئ. نحن يمكن نسميه هذا احترام عقول القراء تقريبا. صح بالضبط. يمكن يفتي الكلمة صح يعني. صح. فهذه حتى رسالة نوجهها للكتاب الجداد اللي يدخلون في الساحة. والنضوج، يعني على قد ما يقرأ الكاتب نفسه، هو بداية يكون قارئ يقرأ، يكون في نضوج كبير، يعني حتى تحسين نضوج في كتاباته. يعني أنا عن نفسي يوم كتبت كتابي الأول والثاني كنت أفتخر في نفسي. يعني يوم أشوف التدرج هذا اللي تشوفينه في نفسك، أشوف في شيء يتحسن، أشوف في شيء ناضج أكثر عن قبل. من شي سبحان الله. يعني الواحد لما يكتب الكتاب الأول الثاني الثالث الرابع، لما يرجع للكتاب الأول يشوف تواضع البدايات والتحول، التحول اللي قاعد يصير، يفتخر بنفسه. صح. أنا عن نفسي لما أشوف الكتاب الأول ما تيني فكرة أن أنا أغير الكتابات. ليش؟ لأن أنا عندي الحين نضج في الكلمات. أحب أشوف التواضع هذا اللي من البداية، والتدرج كيف مشى. بالضبط. يعني وايد حلوة المشاعر اللي تكون فيك، أن أنت تشوفين كلمات بسيطة في البداية، بعدين التجربة تتعمق، بعدين سبحان الله تنتقلين لرسالة ثانية، والكتاب الرابع تنتقلين لرسالة أعمق. فهذا التدرج يعني يخلق شعور جميل عند الكاتب. عشان شيء المهم، يعني الشيء المهم يعني وايد عند كل كاتب أنه هو يستمر. أنا مو بكل كاتب يقدر يسمي نفسه كاتب إذا هو ما استمر. شو تقصدين؟ يعني ما نكتب كتاب واحد أسمي نفسي أنا كاتب. يعني أنا أعتبر نفسي كتابي الأول كان استشفاء وبوح مشاعر. كتابي الثاني بعد كان عن نفسي، إن أنا كيف صرت نسخة جديدة بعد تجربة الفقد. كتابي الثالث كتبت عن شيء مختلف تماما بعيد عني، كتبت عن قضية اجتماعية وجريمة. فحسيت بديت ألف، دخلت في مرحلة التأليف، إني أكتب. مش بس أنا أكتب كتاب واحد أنا كاتب، لا، ما يستوي. نقول المعيار الاستمرارية. صح، الاستمرارية. وهذا تحدي لكل كاتب، لأن طلعوا وايد كتاب قالوا نحن كتاب بكتاب واحد. صح كلامك. لكن سبحان الله فعلا الواحد لازم يستمر. أساسا الموهبة ما بتتطور عندك إذا أنت وقفتي عند حد معين. خصوصا الكتابة. أنا لاحظ فعلا لما حتى على مستواي أنا لما أوقف فترة عن الكتابة، أحس لما أكتب مرة ثانية الأفكار تضيع عني. فدايما نحن نحرص أن نكتب لو شيء بسيط، الكتابة تكون مستمرة عندنا، الكتابة ما توقف
عشان الموهبة ما تتراجع. صح. والأفكار ما تتراجع، وحتى مخزون الكلمات ما يقل عندك أنت. فشو هي النصيحة؟ يعني نقول الحين عندك كاتب جديد يبغى يدخل في الساحة، يا عندك رباب الطاهية، أعطيني نصيحتك لي قبل ما أكتب الكتاب. أقول أول شيئين يعني مهمين في كل كاتب، اللغة طبعا تكون موجودة. أنا أشوف هالشي وايد مهم، اللغة والمحتوى. أنت عن شو بتكتب؟ هالاثنين عندك، بعدين تبتدي أنت تفرز الأفكار وتكتبها. وبعدين أنت هل تبغى تكتب عشان أنت تبغى تستمر، عشان أنت عندك موهبة الكتابة، وعشان حلم حياتك أنك أنت نقول هدف من تستوي؟ الكتابة. هي الهدف كتابة، وأحد تحقق أحد أحلامك أنت ككاتب. مثلا الواحد يكتشف نفسه أن أنا أبغى أصير كاتب مثلا، ولا عشان أنا بس يكون عندي كتاب ويسموني كاتب. لا، فأنت وايد مهم يكون عندك اللغة والمحتوى، ويكون عندك استمرارية، ويكون عندك تنوع. اليوم أنت كتابك يقتنون قراء، القراء يحبون الواحد يتنوع. الحين أنا لما كتبت عن الفقد، يجوني الناس مثلا بيقولوا لي، مثلا الحين أنا بنزل 4 إصدار، بيقولوا لي 4 إصداراتها حزن وعن الفقد وغيره. فالقراء ما يبون شي. أنا بالنسبة لي هذا الحزن ما ينتهي. صح، كتبت كتاب عن الفقد، لا زلت أنزل كتابات لأن حسيت الشيء ما يخلص. بس هل أني أنا أسويه على كتاب و4 إصدارات؟ لا، لازم نتنوع، لازم تنوع، ولازم رسائل حتى تختلف. رسائل، ونفس الوقت شو توجه القراء بعد مهم. هذا شيء وايد مهم رباب، إن أنا أشوف الساحة شو مطلوب فيها، صح، وأوجه كتاباتي أو أوجه أنشطتي على حسب متطلبات الساحة اللي موجودة. بالضبط. مو بغلط أن أنا أكتب بناء على رغبة القراء. مثلا في وايد أفكار تجي في الساحة، إن ليش ما تكتبون روايات في هذا الجانب، ليش ما تكتبون قصص في هذا الجانب. من جانب أنت نعم. ترضيهم، من جانب أنت تصقل موهبة في نفسك. صح. يعني يصير تحدي بينك وبين نفسك، تكتب شيء جديد، فتحقق جانبين يعني في الموضوع. وايد حلو صراحة. أنا جدا أشجع الكتاب اللي يبون يدخلون في الساحة أن يسمعون النصايح هذه وياخذون فيها وينطلقون. بالعكس، البداية نحن دائما نقول بسيطة، بعدين مع التدريب، مع الممارسة، مع معرفتك بالمجال، بتتطور أكثر وأكثر إن شاء الله. ونحن عندنا شيء وايد يساعد. نحن في الحمد لله في دولة جدا داعمة لنا في الثقافة، في مبادرات الثقافية، في الأدب، في معارض الكتب. دور نشر ما يتوقف دورهم في نشر الكتاب فقط. يمكن يسوي لك مبادرات وفعاليات تخليك أنت ترتفعين في هالشيء، أنت توصلين للجمهور بشكل أسرع. نحن نشوف، يمكن قلتي كلمة وايد مهمة رباب الحين ضمن حوارج، دور الكاتب لما يشوف دور دار النشر، ما يوقف دورها عن نشر كتابي وطباعته. الحين الأدوار تطورت، سواء على مستوى الكاتب، سواء على مستوى دار النشر، أو حتى على مستوى الجمهور نفسه. الكاتب ما يوقف دوره عند الكتاب، ضروري وايد إنه هو ينوع في المجالات، ويدخل مجالات ثانية، ويبرز في مجالات ثانية. المجالات الثانية هاي ممكن تساعده إنه هو يطلع رسالة الكتاب. فشو هي المجالات الثانية اللي أنت دخلتيها واللي هي ساعدتش إن أنت توصلي رسالتك لشريحة جمهور أكثر؟ الورش ساعدتني وايد. ورش تدريبية للجمهور؟ سويت ورش تخص الكتابة والقراءة، سويتها ليافعات في مراكز سجاية في الشارقة، وكانوا من أعمار 13 ل 17. تعرفين هالعمر عمر اللي الأجيال اللي يعني مش وايد ملمة يمكن مغريات الحياة وايد. عندنا جيل اليوم وايد يستخدم الأجهزة وغيرها، ونحن دورنا اليوم كيف نثقفهم، كيف نوعيهم من الكتابة والقراءة وايد مهمة. فيوم عطيتهم الورش، تجربتي في إعطاء الورش كانت مش رسمية وايد، يعني مو بتعال يلا اكتب كأنه مدرسة ولا حصة اللغة العربية وغيرها. علمتهم شيء واحد، كنت أدخل عليهم من أول يوم أقول لهم أنا أباكم تكتبون، حتى لو ما تكتبون باللغة العربية الفصحى، اكتبوا لي بالعامية عادي. يعني كأنك قاعدة تفرغين الأفكار اللي في بالهم أنا بس أبغيكم تكتبون، أبغى أشوف طريقتكم في الكتابة. أنا ما أعطيكم النحو، ما أعطيكم اللغة العربية الفصحى.
بديت معاهم خذيتهم شوي شوي، سويت لهم فعاليات، سويت لهم شوية ألعاب وشي لما اندمجوا في الموضوع. يعني إنه لازم نحببهم أول شيء. فنحن نقدر نقول إن الكتابة فرصة عشان أنت تطلعك لمجالات ثانية. صح. فلازم الواحد فعلا يستغل الموضوع هذا، إن الكتابة ممكن تفتح لك باب إن أنت ما يتوقف إن أنت فقط كاتب، وفي مسؤوليات وفي واجبات أكثر عليك. صح. أنت من تدخل ساحة الكتابة في مسؤوليات أكبر. هالشيء لازم كل الكتاب يدركونه، اللي يدادوا اللي في الساحة. أنت مسؤوليتك ما توقف عن نشر الكتاب، لا بالعكس مسؤوليتك تكبر مع نشر الكتاب. والسمعة جدا مهمة. صح. سمعتك أنت ككاتب في كتاباتك، في تواجدك في الأماكن، في لقاءاتك. هالشيء فعلا وايد مهم. صح. وايد مهم. تحسين أن في سؤال في بالي، ويمكن نحن تناقشنا اليوم في رباب. في وايد كتب تطلع في الساحة، ووايد كتب فيها رسائل ملهمة ورسائل مؤثرة، لكنها تضيع في زحمة الكتب اللي تكون تحت أسامي أشخاص مشهورين، أو أشخاص عندهم متابعين، أو أشخاص مثلا لهم حضور إعلامي كبير. في المقابل الشخص اللي عنده رسالة هادفة وعنده قيمة في كتابه يمكن ما حصل الفرصة أنه يطلع بشكل كبير، يمكن لسبب من الأسباب أنه مثلا ما عنده حضور على التواصل الاجتماعي، ما عنده عدد متابعين كبير. فشو تقولي في هالجانب؟ هل شهرة الكتاب تعطي الكاتب مثلا، هل توصل رسالة الكاتب المشهور أن هي رسالة فعلا واقعية؟ هل كل مشهور كاتب مشهور، هل كل كاتب مشهور هو فعلا كاتب؟ هاللي دوم أقوله، أنا قلت حتى في لقاءات سابقة أن مش كل مشهور كاتب. الكتابة لها معايير وايد، يعني ما يستوي أنت مشهور خلاص أن أنت كاتب. والجانب الثاني بعد الكاتب اللي ما عنده متابعين وايد وغيره، أقول لهم تواجدك اليوم مهم، حضورك مهم، سواء في التواصل الاجتماعي، في الفعاليات الثقافية وغيرها. يعني مثلا على سبيل المثال يوم معارض الكتب تلقين وايد كتب على الرفوف موجودة، بس محطوطة في زاوية والكاتب مش موجود. اليوم الناس شو تدور؟ يعني من أنا صغيرة يصير معرض الكتاب، أخذ الكتاب، نطلب توقيع الكاتب. صح. أنا نحس إنه شعور وايد حلو، نحن أخذنا كتاب الكاتب وهو وقع لنا، وهو عطاني نبذة عن كتابه، تحمس لنا، هو أدرى بكتابه. بالضبط. يعني المسوقين يوم تعطينهم نبذة يمكن ما ينقلون النبذة بالطريقة الصحيحة. فالتواجد جدا مهم في المعارض. يزعل إن أنا أشوف وايد كتب والكتاب خلاص سوى الكتاب وخلاص هو مش موجود. يمكن هم ما عندهم إدراك كبير، أنا أقدر أسميه وعي، يمكن وعي كبير. يمكن رباب شوي جانب يعني غافلين عن الناس أو الكتاب بالتحديد، أن أنت دورك وايد كبير، أن أنت تكون كاتب. هذا الشيء مش بسيط. سبحان الله، هذا مكان أنا أسميه مكان وايد نبيل وله هدف وايد كبير. صح. فأنت لما تطلع الكتاب وما تتواجد وراء الكتاب فعلا شيء يزعل. فأنت لما طلعت الكتاب لازم تسأل نفسك أنت ليش طلعته؟ صح. أنت تبغى توصل هذا الكتاب لوايد جمهور، وأكيد في عندك مستهدفين. بالضبط. لما كتبت هذا الكتاب منو مستهدفينك؟ منو الناس اللي تبغى توصل لهم؟ أساسا الدولة ليش تسوي معارض الكتب؟ صح. هي تسوي معارض الكتب عشان تكون فرصة للكاتب وللقارئ إنه يلتقي بقراءه. صح. إنه يعطيهم رسالته. فنحن نشجع كل الكتاب الموجودين وكل الكتاب اللي داد، ويكون تبادل معرفي بين الكتاب وحتى في فرص كثيرة تيج. وايد مقابلات قاعد تطلب في المعارض. بالضبط. في وايد أشخاص يجون لفرص مثلا تدريبية، لفرص مثلا ثقافية من ناحية المعارض. والحلو شخصيات مهمة تحضر المعارض عشان تدعمك. صح. فحلو تكون موجود يعني. فأنت إذا حطيت بس الكتاب على الرف وتقول لنا دار النشر هي اللي بتسوق لي، دار النشر ما بتقصر. بناء على البنود اللي هي وقعتها معاك هي بتسوق باللي تقدر عليه. صح. لكن هل بيكون نفس تسويقك أنت للكتاب؟ نفس تسويقك أنت لرسالة الكتاب اللي كتبتها؟ لا أبدا. ففعلا رسالة يعني عميقة ومهمة أنا أوجهها لكل الكتاب. دورك ما يوقف عن طباعة الكتاب ونشره، دورك يبتدي بعد نشر الكتاب. صح. يبتدي على التواصل الاجتماعي أنك أنت تعزز حضورك، يبتدي على في البرامج الإذاعية والتلفزيونية أن أنت توصل رسالتك، يبتدي مع المبادرات والأنشطة اللي تطلقها الدولة أن أنت توسع جمهورك.
وحتى في معارض الكتاب أن أنت توصل للقراء وتشرح لهم رسالة الكتاب، علّ وعسى أن حد سبحان الله يكون مر بمثل تجربتك ولازم الناس تعرفك أنت ككاتب. مش المعنى هني أن أنت الناس بتعرفك أنت بتستوي مشهور، لا، أنت شخص مهم. كل كاتب أنا أشوفه إنسان مهم. الحروف ما كتبت مني والدرب في الكتب، والكتاب انتشر وانطبع وغيره وتعبت فيه، خليت فيه مجهود. دورك وايد مهم، أنت إنسان جدا مهم، فلازم الناس تعرفك وتشوفك وتلتقي بقرائك وغيره، فالتواجد جدا ضروري في المعارض. دعوة لكل الكتاب، شدوا حيلكم، اطلعوا في المعارض إن شاء الله. المعارض جاية عندنا معرض الرياض إن شاء الله، وبعدها معرض الشارقة، والمعارض سبحان الله بتبدأ بعدها. فهذا وقتك، إذا أنت ما تواجدت في المعارض وما استغليت الفرصة هذه بتخسر وايد أشياء بالضبط. وخصوصا تواجد المعارض جدا مهم. رباب فعلا ألهمتينا برسائلك اليوم، رسائل وايد عميقة. نقول سبحان الله تجربة صعبة هي اللي شكلت شخصيتك بجانب من الجوانب، وطلعت رباب إلى الساحة وطلعتها للجمهور، وخلتها قادرة أن هي توصل رسائل للناس وتوصل لهم أثر للناس. رباب، في نهاية الحلقة هذه تجربتك في وفاة المرحومة الوالدة الله يرحمها ويغفر لها ويغفر جميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين، تحسينها نقطة بداية ولا نهاية لمرحلة أنت تبين تبدينها بعدين؟ هي بداية ونهاية. ببتدي بالنهاية. النهاية هي تكون نهاية لطفولتك أنت كإنسان، وتكون نهاية لهذا الأمان اللي تحسه. يعني أنا أحس أن أفتقد هذا الأمان اللي كان في حياتي، أمان وجود أمي. دوم كنت أحس أن شو ما يستوي في الحياة عادي، ليش؟ أمي موجودة. هذا الأمان، أمان أن أنا عندي أمي موجودة وأنا ما أحاتي ولا شيء في الدنيا. والبداية بداية لنجاحك. ما ياك هذا الابتلاء من دون داعي، لا، عشان تنجح، عشان تبدع في الحياة، وعشان تكمل المسير. يمكن بداية بعد عشان تحقق اللي هم كانوا يبون يشوفونه. فهاي البداية. الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم جميع موتانا وموتى المسلمين. كل الشكر لك كاتبتنا رباب الطاهري، عطيتينا رسائل كثيرة من وراء تجربتك وصنعتي أثر. يعني أنا من الأشخاص اللي فعلا يعني تأثرت من التجربة. يمكن من بدايات نقاشي معاك قلت لك يمكن أنا حاسة بالتجربة، لأن سبحان الله الشخص اللي يمر بنفس التجربة يكون عارف الشعور وحاس فيه. من شي يشوف أهمية أن الشعور هذا لازم يطلع للناس، عشان كل حد يحس بنفس التجربة يتعظ وياخذ الرسالة وياخذ الإلهام ويحاول أنه يتحرك ويطلع من القوقعة اللي حاط نفسه فيها. كل الشكر لك على وجودك اليوم في بودكاست ريشة، وبإذن الله أن تكون حلقة ملهمة للناس وتوصل رسائل للناس. حياك الله معانا وكل الشكر لك. ما تقصرين. شكرا لك. في النهاية ما نعيشه من ألم وفقد ليس نهاية القصة، بل بداية لصفحة جديدة تكتب بنور الرضا وأمل بالحياة من جديد. رباب لم تكتب عن الفقد بس، بل كتبت منه وبكل ما فيه من وجع وصبر ونضج وحتى دروس. فصارت الكلمة عندها جسر، وصارت الرحلة رسالة، وصار الحنين نور. وانت كذلك تقدر تكتب من عمق التجربة، تقدر تحول كسرك لمعنى وخسارتك لبداية جديدة وأثر ينور درب غيرك. لأن الأثر الحقيقي هو ذلك الذي يشفي صاحبه ويحيي كل من يقرأه ويشعر فيه.